السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ليه في ناس أذكى من ناس مع إن كلنا عندنا نفس المخ. الموضوع أكثر تعقيدا من إنه يكون مجرد جينات، وهنعرف مع بعض إزاي العوامل المختلفة بتأثر على ذكاء كل واحد فينا، وهنستعرض أرقام غريبة وحقائق يمكن ما تعرفهاش. أول حاجة لازم نعرفها إن الذكاء مش نوع واحد، يعني مش بالضرورة عشان واحد بيجيب درجات عالية في المدرسة إنه يكون أذكى من اللي بيلعب كورة كويس مثلا. في علم النفس الحديث بيصنفوا الذكاء لأكتر من نوع، زي الذكاء الرياضي والذكاء الاجتماعي والذكاء الموسيقي وحتى الذكاء العاطفي. العلماء بيقولوا إن الأشخاص اللي عندهم ذكاء عاطفي عالي، اللي هو القدرة على فهم مشاعرهم ومشاعر الناس اللي حواليهم، بيحققوا نجاحات كبيرة في حياتهم الاجتماعية والعملية. ودي حاجة مهمة لازم نفهمها، لأن الذكاء مش مجرد قدرة عقلية بس، هو كمان مهارات وتواصل. في دراسة ضخمة اتعملت سنة 2015 في جامعة أدنبرا على أكتر من 20,000 شخص، لو إن الجينات بتأثر على الذكاء بنسبة حوالي 50%. يعني مش كل الذكاء جاي من الجينات، لكن الجينات بتلعب دور كبير في القدرات العقلية بتاعتنا. والأبحاث بتقول إن في حوالي 500 جين ممكن يكونوا مرتبطين بالذكاء، لكن مش معنى كده إن كل واحد عنده الجينات دي هيكون ذكي، لأن في عوامل تانية كتير بتلعب دور في موضوع الذكاء. في دراسات اتعملت على توائم متطابقين، يعني جيناتهم زي بعض بالظبط، لقوا إن في اختلاف في الذكاء بينهم بنسبة 20% لما يكونوا عاشوا في بيئات مختلفة. وده بيثبت إن البيئة ليها دور كبير. من العوامل اللي بتأثر في الذكاء التغذية. التغذية من العوامل اللي بتأثر على الذكاء بشكل كبير، خصوصا في فترة الطفولة. في دراسة اتعملت في بريطانيا على أكتر من 5000 طفل، لقوا إن الأطفال اللي بياكلوا وجبات غنية بالعناصر الغذائية زي الأوميجا 3 والفيتامينات بيكون ذكائهم أعلى بمتوسط 8% عن الأطفال اللي بياكلوا وجبات سريعة دايما. وفي دراسات تانية اتعملت على مجموعة من الأطفال في الصين، لقوا إن الأطفال اللي بيدخلوا المدرسة في سن مبكر بيكون معدل ذكائهم أعلى بحوالي من 5 إلى 7 نقاط عن الأطفال اللي بيتأخروا في التعليم. كمان في دراسة أمريكية لقوا إن الأطفال اللي بيحصلوا على تحفيز ذهني وتعليمي في البيت معدل ذكائهم بيزيد بشكل ملحوظ مقارنة بالأطفال اللي مش بيتعرضوا للتعليم بشكل كافي. النوم برضو من العوامل اللي ليها تأثير كبير على الذكاء، ودي حاجة ناس كتير مش بتاخد بالها منها. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد لقوا إن الأشخاص اللي بيناموا أقل من 7 ساعات في اليوم معدل ذكائهم بينخفض بنسبة من 5 إلى 10 نقاط عن الأشخاص اللي بيناموا من 7 ل8 ساعات بانتظام. يعني مش بس صحتك اللي بتتأثر بقلة النوم، كمان قدراتك العقلية بتتأثر بقلة النوم. في دراسة اتعملت على طلاب الجامعة لقوا إن الطلبة اللي بيناموا كويس قبل الامتحانات بيحققوا درجات أعلى بنسبة 20% عن اللي مش بيناموا كفاية. يعني النوم بيساعد المخ على تخزين المعلومات وتحليلها بشكل أفضل. احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، وكلنا بنستخدم الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي. الدراسات الحديثة بتقول إن التكنولوجيا ليها تأثير مزدوج على الذكاء، يعني ممكن تساعد في زيادة الذكاء في بعض النواحي وتقلله في نواحي تانية. في دراسة اتعملت في جامعة لندن لقوا إن الأشخاص اللي بيستخدموا الموبايل لفترات طويلة بتركيز، زي اللي بيحلوا ألغاز وألعاب تنمية الذكاء، بيزيد معدل ذكائهم بحوالي من 3 إلى 5 نقاط في فترة قصيرة. لكن نفس الوقت لقوا إن الاعتماد الكبير على التكنولوجيا بيخلي الأشخاص ينسوا المعلومات بسرعة، ومعدل التركيز عندهم بيقل بنسبة 8% عن الأشخاص اللي بيستخدموا التكنولوجيا بحذر. في شوية عوامل غريبة بتأثر على الذكاء وناس كتير ما تعرفهاش، زي الميلاد. الأشخاص اللي بيتولدوا في فصول معينة زي الشتاء بيكون عندهم معدل ذكاء أعلى بنسبة 3 إلى 4 نقاط مقارنة بالأشخاص اللي بيتولدوا في الصيف، حسب دراسة اتعملت في جامعة شيكاغو. ترتيب الولادة. في دراسة عملتها جامعة أولسو لقوا إن الأطفال الأكبر سنا غالبا بيكون معدل ذكائهم أعلى من إخواتهم الصغار بمتوسط 1.5 نقطة، بسبب الاهتمام الأكتر اللي بياخدوه في الطفولة. أما في سوق العمل، الذكاء بيأثر بشكل كبير على فرص النجاح والترقي.
في دراسة اتعملت في الولايات المتحدة لقوا إن الأشخاص اللي معدل ذكائهم عالي بيحققوا دخل أعلى بنسبة 30% عن الناس اللي معدل ذكائهم متوسط. ودي نقطة مهمة جدا، لأن الذكاء مش بس يعني النجاح الأكاديمي، هو كمان بيساعد على اتخاذ قرارات أفضل والتعامل مع التحديات في العمل. دلوقتي بقى عندنا ذكاء اصطناعي بيدخل في كل مجالات العمل تقريبا، وده بيخلي الشركات تدور على ناس عندهم ذكاء طبيعي وتفكير إبداعي عشان يتعاملوا مع التكنولوجيا دي بطريقة أفضل. وكمان الأبحاث بتشير إلى إن الوراثة بتلعب دور مهم جدا في تحديد مستوى الذكاء، يعني من 50% إلى 80% من الذكاء ده بيرجع للعوامل الوراثية. في أنواع برضو غريبة من الذكاء، اللي هي زي الذكاء اللغوي اللي هي القدرة على استخدام اللغة بفعالية، والذكاء المنطقي الرياضي ودي القدرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات. وفي حاجة تانية اسمها الذكاء الاجتماعي، وهي القدرة على التفاعل مع الآخرين وفهم مشاعرهم. الفكرة دي بتشير إن الأشخاص ممكن يكون عندهم درجات متفاوتة من الذكاء في مجالات مختلفة، وده بيفسر ليه بيكون هناك أشخاص ذكية في مجالات معينة وأقل ذكاء في مجالات تانية. في النهاية الذكاء مش حاجة واحدة ولا بيتحدد بعامل واحد زي الجينات، هو مزيج معقد من عوامل كتير زي التغذية والتعليم والنوم وحتى التكنولوجيا. والأهم من كده إن الذكاء مش ثابت، يعني الواحد يقدر يطور من نفسه ويحسن ذكائه لو اشتغل على العوامل دي. فاكرين لما كنا بنقول ده ذكي بالفطرة؟ الحقيقة إن الفطرة دي ممكن تتغير وتتحسن مع الوقت. شكرا، سلام.